استنى قبل ما تبدأ في حاجة مهمة لازم تعرفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب زدني علما وانفعني بما علمتني. اجتهدت في تقديم المعلومة فإن أصبت فبفضل الله، وإن أخطأت فمن نفسي فاستغفر الله. لو لقيت أي حاجة غلط نبهني، فكلنا بشر، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. ويلا بينا نبدأ. أنا لازم أتكلم ولازم أوضح كل حاجة للناس. لما لقيت التعليق ده كان ممكن أسكت، كان ممكن أطنش وأعدي، بس ما ينفعش. لأن اللي اتقال لي مش مجرد رأي، دي فكرة غلط لازم تتغير. الموضوع مش بس عني، الموضوع عن تفكير غلط ناس كتير ممكن تكون مقتنعة بيه. أنت متعصب، أنت متطرف، إزاي تعمل كده؟ إيه؟ أنا متطرف؟ ليه؟ عشان اخترت مدرس شاطر؟ عشان اخترت مخرج أوائل؟ طب استنى كده، عشان كده انا هرد وهقول كل حاجة واللي معايا يكمل للآخر. عمرنا ما بنتعلم كل حاجة لوحدنا، كل واحد فينا محتاج حد يفهمه ويوصل له المعلومة، يساعده يشوف الأمور بشكل أوسع. خليني أحكي لك القصة من الأول. زي أي يوم نزلت فيديو تعليمي وبعدها بدأت أراجع التعليقات عادي جدا، لحد ما لقيت تعليق غريب بيقول لي: أنت اخترت المدرس ده علشان متفق مع دينك، عيب عليك كده، أنت متطرف. استنى كده، يعني ايه انا بقيت متطرف لمجرد اني اخترت اتعلم من شخص شاطر؟ بصراحة اول ما شفت التعليق كنت قدامي حلين: يتجاهل واغض الطرف، يوضح وجهة نظري. وده اللي قررت اعمله. قلت له: بص، انا فعلا اخترت حد من ديني، بس مش علشان دينه، علشان هو شاطر مخرج اوائل. يعني لما اخترت ما اخترتش على اساس الدين، اخترت على اساس الكفاءة. انا شخص بحب اتعلم وبدور على الافضل، وده الطبيعي، مش كده؟ فلما قررت اتعلم من مدرس معين كان طبيعي جدا يكون شخص فاهم، عنده خبرة ومتمكن من اللي بيشرحه. ودي الفكرة اللي الناس مش مستوعباها. انا مش بقول اختار حد وخلاص، انا بقول اختار الاكفأ في المعلومة اللي محتاجها، سواء كان من دينك او لا. لان لو بنختار الناس بس علشان دينهم مش عشان علمهم، يبقى احنا مش بندور على المعرفة، احنا بندور على نسخة من نفسنا. طيب تعالى نفكر فيها بالعقل. لو قدامك اتنين، واحد مسلم بس مش فاهم ولا متعلم، والتاني مش مسلم لكنه عالم ومتخصص، مين اللي المفروض تتعلم منه؟ لو هختار اني اتعلم من المسلم غير المتعلم بس علشان دينه، واسيب الشخص اللي فاهم، يبقى انا مش بحكم بالعقل ولا بالمنطق ولا حتى بالدين. بس انا لما اخترت المدرس ده كنت بدور على حد يفيدني، حد فاهم شغله ومتقن، عنده علم حقيقي. فالأساس الأول عندي كان كفاءته وإتقانه لعمله. لكن في نفس الوقت كونه مسلم زيه وزيي ده زود قناعاتي باختياري، لأن الشخص اللي بيتبع دينه صح هيتقي الله في المعلومة اللي بيديهاني، وهيقدم لي المعلومة بما يرضي الله. وده معناه إنه مش هيستهتر ومش هيهمل ومش هيكسل في توصيل المعلومة، بالعكس هيديني العلم بطريقة صح بدون تهاون أو تخاذل. وكمان طبيعي جدا انه هيحس بيا اكتر لانه جاي من نفس الخلفية اللي انا فيها، فاهم وضعي وفاهم احتياجاتي، فاهم دماغي. بص معايا كده، لو عندك مشكلة في عربيتك هتروح لميكانيكي شاطر ولا لشخص من دينك حتى لو مش فاهم في الميكانيكا؟ طيب لو ابنك محتاج دكتور هتختار الأحسن ولا هتدور على أي حد بس عشان خلفيته؟ احنا كل يوم بنختار الأكفأ في شغلنا، في حياتنا، في كل حاجة. لكن فجأة لما جيت أختار معلم بقت مشكلة. لكن خليني أقولها بكل وضوح: الأساس الأول في الاختيار كان إنه عنده المعلومة اللي أنا محتاجها، وده المطلوب مني في ديني. وأي حاجة تانية هي مجرد دعم وتقوية تثبتني على اختياري، مش السبب الأساسي لاختياري. يعني أنا مش بختار حد لمجرد إنه من ديني، لكن هو كمان شاطر ومتقن وعنده العلم، فده يخلي الاختيار أقوى ويضيف ميزة تانية. وده الفرق اللي الناس كتير مش فاهمينه. ربنا قالها صريحة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة واضحة. طيب تعالى نرجع شوية زمان، أيام الصحابة كانوا بيتعلموا من أي حد عنده علم مفيد بغض النظر عن دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها فهو أحق بها. يعني أي علم نافع لازم تاخده من أي حد. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأسرى بأنهم يعلموا المسلمين القراءة والكتابة. يعني حتى وهم أسرى حرب، العلم كان شيء له قيمة.
زيد ابن ثابت الصحابي الجليل، النبي أمره يتعلم لغة اليهود فراح اتعلمها في 15 يوم بس. طب لو الصحابة كانوا بيتعلموا من أي مصدر مفيد، إحنا ليه هنرفض ده؟ ليه بعمل الفيديو دوت؟ بعمل الفيديو ده، طيب الشخص اللي كتب التعليق مسحه تماما، بس أنا مش بطلع أتكلم علشانه هو بس، أنا بتكلم علشانه وعلشان غيره. يمكن هو كتب التعليق شاف الرد منطقي واقتنع فمسحه، بس غيره كم واحد مقتنع بنفس الفكرة بس عمره ما ناقشها؟ كم واحد عنده نفس التفكير بس ساكت؟ وعلشان كده انا بعمل الفيديو ده علشان اوضح الفكرة لكل حد عنده نفس التفكير، سواء كتب تعليق ومسحه او حتى فكر بس ما تكلمش. وكمان علشان اللي من ديني لازم يعرف حكم دينه في الموضوع ده، لان لو في ناس فاهمة الدين غلط يبقى لازم اوضح لهم. فكان لازم ارد، ما طنش واعدي كاني ما شفتش الكلام. بعد ما كتبت الرد الشخص مسح تعليقه. ليه؟ يمكن حس انه مستعجل، يمكن اقتنع بس مش عايز يعترف، او ببساطة مش عايز الناس تشوف تعليقه بعد اللي قلته. وفي الاخر المعرفة الحقيقية عمرها ما كانت سؤال مين اللي بيعلمك. المعرفة الحقيقية في انك تتعلم اصلا. والمفاجأة ان اول خطوة في التعلم الحقيقي انك تكون مستعد تفكر. واظن انك فعلا بدأت تفكر. وفي الاخر الخوف الحقيقي مش انك تتعلم من شخص مختلف عنك، الخوف انك تفضل جاهل بس عشان تحس انك صح. سلام.